ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش الشير واللايك وكومنت حلوة تحت الفيديو، وما تنسوش كمان تشتركوا في الصفحة عشان يوصل لكم كل جديد. عملت النهاردة كباب حلة مشوي وتحته طبقة من الخضار جميلة. هتسيبوا الكفتة وهناكل طبقة الخضار اللي موجودة تحتها. آه عملنا جنبها سلطة. نزلت حلقة السلطة على الصفحة. بصل متبل بالملح والسماق، وكمان سلطة عادية ومتبلة برضو بالملح والكمون والثوم. هبدأ اجهز الكفتة اللي هي ربع كيلو من اللحمة الحمراء او اللحمة اللي ما فيش فيها نسبة دهون، عليها ربع كيلو من اللحمة اللي فيها نسبة دهون عالية شوية. احط عليها شوية من الخضرة المفرومة ناعم اللي هي شبت وبقدونس وكزبرة ناعمة، كمان بصلة مبشورة وفلفل اخضر مبشور ناعم. هنحطهم على بعض كده ونبدأ نتبل بالبهارات. لو انت عايزاها سبايسي انا حطيت هنا شطة حارة شوية، لو انت عايزة الكفتة تبقى سبايسي شوية وحطيت عليها نص معلقة من الفلفل الاسمر، وكمان شوية من بهارات اللحمة وباربيكيا وملح بس. الكفتة منحط لهاش بهارات كتير عشان ما تغيرش طعمها، يعني نستكفي، يعني حتى لو ما فيش بهارات لحمة مش مهم. هبدأ افككها كده من بعضها لانها كانت لسه متجمدة وما كانتش فكت قوي، فهفكها كده من بعضها وبعد كده هعجنها قوي وهلفها قوي بايدي لحد كده ما تتواصل وتتجانس كده مع بعضها وتوصل كده ان يبقى فيها خيوط بسيطة، يبقى هي كده تمام. هسيبها على جنب وهشوف وهبدأ ان انا اجيب كده صيغ او اي حاجة اصبع عليه علشان ما تكشش معايا قوي. المكان الصيغ كده في الكفتة بتخليها ما تكشش قوي معاكي في الفرن. يبقى انا كده خلصت الكفتة وخلصت كده منها، وابدأ بقى اجهز بقية الاطباق التانية عشان ما ناخدش وقت طويل. نعمل الخضار اللي انا شويته في الفرن نسيت اصوره لكم قبل ما اشويه. 2 برنجانة و2 طماطمايه، عليها قرن فلفل بارد لو انت عايزاه حامي مش مشكلة، وكمان عليها فلفلة خضرة، وكمان قرن فلفل حار. هبدأ اقشرهم، بيبقى عليهم قشرة ناعمة كده ورفيعة كده خالص، بتطلع بمنتهى السهولة. هقشرها بس من عليهم. يا بنات ما تنسوش اللايك والشير وتسيبوا كومنت حلو تحت الفيديو. كمان البرنجان قشرته بمنتهى السهولة لانه اصلا مستوي خالص معانا. وبعد كده ما قشرت كل الخضار ده هبدأ اقطعه كده بالسكينة لقطع كده صغيرة، يعني هفرمه يعني، بس الاحسن ما نفرموش في كبة، الاحسن ان احنا بالسكينة كده ونفرمه. طبعا الأكلة دي تغيير يعني عن المعتاد، يعني بنخرج شوية عن سيستم الرز والخضار واللحوم. هجيب معلقة زيت كده في طاسة على النار ونحط عليهم بصلة مفرومة. مش عايزاها تاخد لون خالص ولا حاجة، ولكن عايزاها تدبل بس شوية صغيرة جدا في الزيت، مش قوي يعني، تدبل بس حاجة بالصغير، حاجة كده بسيطة كده في الزيت. وهبدأ انزل عليهم بالخضار اللي انا شويته، وهبدأ انزل في البصل. هبدأ انزل على البصل كده بالخضار، وبرده هتبل بملح خفيف لان ادي بالك احنا حاطين ملح في الكفتة، فمش هنحط ملح كتير في الخضار عشان تحب تاكله. هنتبل بملح خفيف وحبة كمون برضو خفاف، ولو في معلقة صلصة نحط معلقة صلصة وعليهم شوية مية صغيرين خالص. واول ما تبدأ تنشف كده هنقوم فردينها في الصينية. هنحط معلقة توم مفروم، معلش ده هتدي ريحة جامدة قوي وهتخلي الطعم بجد، تخلي الطعم جميل طبعا، وريحة التوم كمان هتخلي الدنيا مختلفة يعني. هو كده شكلها كده خلاص، يعني مش عايزينها تنشف قوي. بعد كده هنيجي بقى نحطها تحت الكفتة، هنفردها كده في الصينية بطبقة خفيفة كده خالص، نفرد نفرد نفرد، وبعد كده نرص عليها الكفتة كده، وهندخلها على فرن على درجة حرارة 180 من تحت.
يعني نشغل الفرن من تحت، ما نشغلش الشوايه دلوقتي خالص. ممكن كمان تلفي الصينيه بورق حراري او لو عندك. المهم ان انت تغطي عليها علشان الكفته ما تنشفش منك في الفرن، وعشان تطلع كده بعد جوسي كده كده هنعمل وتكون الطحينة. طريه. طبعا اساسي موجوده في اكله المشويات. هنحط عليها معلقه توم مفروم، كمون، ملح، فلفل، شطه طبعا لو انت عايزاها تبقى سبايسي شويه، وشويه خل وعصره ليمونه، ونحط ميه ونقلب كويس. نبدأ بقى نخفها بالمية. سمك الطحينة دي بقى انت وراحتك. انا بصراحة بحبها لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، بحبها في نفس السمك دوت. البطاطس دي بقى كل واحد فينا ليه طريقة في تحمير البطاطس. انا بحب اقطعها وبحب انقعها كده في مية سخنة قوي، وبعد كده ابدأ احمرها. المية السخنة بتخلي البطاطس تخش معايا في مرحلة سوية متوسطة، وفي نفس الوقت ما بتتهراش مني. ومع التحمير بتطلع مقرمشة جدا جدا، زي كأنك جايباها جاهزة من بره. بحب اقطعها صوابع كده، وبحط عليها المية المغلية ومعلقة ملح في حاجة كده تكون غويطة، علشان حرارة المية تفضل، يعني المية تفضل محتفظة بحرارتها فترة كويسة. يعني قصدي ان انت ما تحطهاش في طبق واسع، حطيها في حاجة ضيقة علشان المية تحتفظ بدرجة حرارتها اكتر يعني. هحطها كده، واحط عليها الملح، وهسيبها لحد المية بس ما تبرد شوية، وبعد كده هبدأ احمرها على طول. شايفين؟ تحس ان البطاطس دخلت في مرحلة السوية. اما باجي احمرها بقى مش بتاخد وقت معايا في التحمير، بتتحمر بسرعة. الكفتة خلصت، رصيت طبعا تحتها البرنجان، طلعت البرنجان اول، وبعد كده حطيت فوق الكفتة رصيتها. طبعا ريحتها مش عايزة اقول لكم، كان طعمها وريحتها تحفة بجد. طبعا الخضار السلطة كنت انا عملتها اول حاجة، فكانت اتبلت كويس، فكان طعم السلطة بجد كان طعمها جميل، لانها كانت اول حاجة عملتها وتبلتها وركنتها من بدري. وطبعا الطحينة، البطاطس كانت مقرمشة. كل واحد فينا ليه طريقة في تحمير البطاطس، بس دي كانت اكتر طريقة ولادي بيحبوها وانا كمان بحبها، وبتطلع البطاطس مقرمشة شوية. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتسيبوا لي كومنت حلو منكم تحت الفيديو. ولو في حاجة عايزين تخلوني اعملها، او في حاجة عايزيني اجربها او اعملها معاكم، اكتبوا لي في الكومنتات. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.